صباح الخير يا استاذ. ازاي يعني انت قاعد هنا يعني؟ صباح الخير يا كرم. السخان باظ بتاعنا. اه والله والله العظيم. ينفع كده؟ صباح الفل يا جماعه. عبد الله حبيبي. بجد اكيد هم عارفين. بجد؟ اقول لهم حاجه جديده. لا اله الا الله. عايز احكي على موقف كده حصل لنا من فتره. صاحبنا اسمه محمد، مش تعرفوه تقريبا، مطلعش معانا قبل كده. كنا ماشيين مع بعض وبيقول لنا انا عايز اسالكوا سؤال وتجاوبوني عليه بصراحه. لو يوم القيامه حصل واحنا ماشيين دلوقتي هتعملوا ايه؟ فوقفنا كده فقلنا له هنعمل ايه؟ ففي اللي قال له هجري بسرعه ابوس ايد امي، في اللي قال ده انا هجري اصلي واقعد استغفر. فلما سالته انت هتعمل ايه؟ قال لنا عادي انا هكمل مشي. فبقول له ازاي يعني اللي انت بتقوله ده؟ مش هيحصل لك اي رعب وخوف من هول الموقف اللي بيحصل والقيامه اللي بتقوم؟ فقال لي عارف الحديث، هو فيه روايات ليه كتير اللي هو اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. فبيقول لي ان وجود الفسيله في ايدك ده معناه ان انت هتزرعها، والحديث ده بيقول لك ان مهما حصل كمل العمل اللي انت بتعمله. ده على اساس ايه بقى؟ على اساس ان انت كل اعمالك مظبوطه، يعني انت مرضي امك ما يصلي الصلاه في وقتها. ففعلا احنا لو مظبطين الدنيا بتاعتنا والقيامه قامت علينا اللي هو الموت اللي هيجيلنا مره واحده، مش هنبقى متربين قوي. صح؟ انا رايح اقابل عمرو في الهرم عشان عندنا ميتنج في الهرم، ورايح بعد كده التجمع علشان هلعب كوره ان شاء الله. في حد كنت كلمته في أليكس فهقابله في التجمع هنشتري منه حاجه للاستوديو. ايوه هو ده، مفيش انضف من ده شويه عشان ده ما بيقعدش. فلوج النهارده عصيب شويه، مايك كان هيفصل. بعمل فلوجز اكيد مش هتعرف انا بقول لك ايه، بس انا اسف يعني. بتزمر كتير ليه طيب؟ لسه راكبها ب 2 جنيه وربع. ايه اللي 2 جنيه وربع؟ ماريوتيه من هنا والله العظيم. وانت دلوقتي بتقول لي جنيه ونص صح؟ هي المفروض بكام بقى؟ ايه؟ هي المفروض بكام؟ اصول؟ اه لا جنيه وربع. الاصول؟ جنيه وربع. بس اصلا الزبون ذات نفسه ما بيمشيش من الاصول. قول لي ليه؟ اللي بيركب سنه صغيره بيديك جنيه. انا بودي على نفسي. محدش يجيب الحجر ده يا جماعه علشان مش كويس، وما تجيبوش التاني اللي انا جبته علشان غالي. بص انا بحب جدا البيئه اللي حوالينا دي، فاهم؟ شايف البيئه دي؟ شايف البيئه والله ما بهزر. الزرع والمكان الواسع. عايز اسيب احيانا كده بيجي لي شعور ان انا عايز اسيب كل حاجه، والتكنولوجيا والفيسبوك واليوتيوب وكل ده اسيبه كده وارميه واقعد في البيئه دي مع قله او اي فخار اكل فيه. عارف البيئه اللي هي بتفكرك بالصحابه والكلام ده؟ بحب جدا كده. اسمها ايه؟ تجرد؟ والله ما عارف، بس انا بحب اعمل كده. انا كده متجرد. او متجرد جردني. من الحياه. جردني يا عمرو بالله عليك. مش مستريح نفسيا. بصراحه الخضار تحس انت في عزوه كده. عزوة؟ عزوة؟ يا ابني انت لوحدك. عزوه. احسن ميتنج عملته في حياتي. فكك بقى من جو المكاتب. بص يا ابني مش كده الشمس ضربه فانا حاسس ان انا هعيط. وانا كمان فعلا. يعني المكان ده اسمه ايه؟ اروقه. ارويقة. يعني الناس بتوع الازهر اكيد هيبقوا عارفين. نشرح احنا طيب يعني ايه اصلا رواق؟ رواق يعني طرقه. ايه ده؟ واروقه يعني طرق كتير. الرواق ده يا ابني بيبقى كده مجموعة كده في الازهر قاعدين بيتكلموا في حاجة معينة صح؟ ايوه قاعدين في طرقه برضو. طيب طلاب الازهر هيصححوا لنا بقى لو حد اتفرج علينا من الازهر. بس ما شاء الله المكان جميل جدا، وهنتكلم عن الفيجن بتاعته كامله ونعرف الناس يعني ايه اروقه، والناس اللي عندها اولاد هتبقى مهتمه جدا بالموضوع ده جدا، والناس اللي هي من سن 2.5 ل 15 سنه اللي بيتفرجوا علينا. ايوه برضه لو مهتمين عندك جدا. 3 سنين دوس لايك.
قول له يعمل لي سبسكرايب لبلوجر الشارع. مش عارف. هو ايه ده؟ ايه؟ تبن بيعمل ايه ده؟ تاكسي. بيعمل ايه التبن ده؟ توفر البهايم. ماشي، يلا بينا. نطلع شارع فيصل. هتسيبني ليه يا عمرو؟ تعالى معايا التجمع. مش قادر. راح اصلح قاية. هيروح يصلح قاية وانا هروح اصلح رجلي. في ناس ما تعرفش ان انا عندي، ولا بلاش عندك ايه؟ بلاش. عمرو راح يركب اكتوبر وانا رايح اشتري الحاجة للتجمع من اوليكس دي، وان شاء الله اروح العب كورة. وانا رايح العب كورة ببقى قلقان قوي لان انا عندي قطع في الغضروف في رجليا. هي لما بتوجعني شوية بتوجعني من المشي، فبقف اريح عادي. لما اتقطع الغضروف بتاعي ده كنت افتكرت خلاص ان كل حاجة في الحياة وقفت للحظة كده، اتعمل هولد. وما قعدت في البيت بقى طبعا ما بقدرش اتني رجلي ساعتها، وبصلي وانا قاعد. عرفت بقى قيمة كده حاجات ما كنتش واخد بالي منها ابدا، قيمة ونعمة ال 24 ساعة ان هم كتير قوي، ونعمة ان انا اصلا بنزل المسجد. لما كنت بسمع الاذان كده وانا فوق، يا رب يا رب رجعني ومش هسيب فرض. فانت لما بيحصل لك شويه مشاكل بتفتكر ان الدنيا كده بتهولد وبتقف، وان خلاص يعني مفيش اي فرصه ان انت ترجع تاني. ولكن امالك بربنا سبحانه وتعالى لا، بيرجعك وبيخلي الدنيا افضل وبيخلي الدنيا احسن وبيرزقك وبتبقى بالنسبه لك حاجه الغضروف دي الم، خلاص ده الم طبيعي وعادي وحاجه كده خلاص بقى روتين عندك. وان انت بتدوس على حاجات كتير قوي في مقابل ان انت بتحاول تنجح وتعمل حاجه هنا. السواق مشغل خالد الراشد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ستسمع قرع نعالكم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العمل. والله انا ما عملتش. هشيل يا سمير، شيل. هشيل الكاميرا والشنطه الله. افتكرت ان انا هعرف اروح بيها بس للاسف لا، انا هسيبها في الشركه اللي فوق، واما تتصلح قايه يا عمرو يبقى نيجي ناخدها. ماشي خلاص. الله الله الله. اتفقنا يا باشا. ايه ده؟ ماشي هو ده اللي سايبك شغال في الشركه يا عشري ومعتمد عليك؟ خلاص اتفقنا. تعمل حاجة اسمها ايه؟ هتذاكر الموضوع ده كويس. تمام. ماشي؟ احنا عموما بنقيس ازاي الشغل جه منين وعمل ايه، بنعمل حاجة اسمها اليو تي ان. تمام. ماشي؟ وانت بتسطب الاكونت هتيجي في الاخر هتعمل ان انت هتضيف ويب سايت، هيديك كود، الكود دوت هتاخده تحطه فين؟ في الويب سايت. ده عامله في البيكسل وخدته من البيكسل ورميته زي البيكسل بالظبط، بس ده بتاع جوجل وده بتاع الفيسبوك. نروح فينا البتاع الكبيره دي كلها، الشنطه دي عشان عمرو صديق صور بيها بكره. نحط بقى الكاميرا في الشنطه عشان مش هنعرف نشيل كل الحاجات دي. احمد مصطفى، هاي. بقول لكم يا جماعه احمد مصطفى ده عمل ايه في حياتي. والله العظيم احمد مصطفى ده اللي قال لي فكك من اي حاجه واكتب فيديوز واكتب سكريبتات فيديوز، انت في الحته دي كويس. وهو اللي هندل لي الدنيا خالص لما كنت تايه في السوشيال ميديا. يا جماعه الناس اللي خدت الكورس معايا الراجل ده هو السبب وهو صاحب الفضل في ان هو يسيستم لي الدنيا وفهمني ازاي اوصل في المجال. فاصحاب الفضل مهما حصل يعني لازم اذكرهم. في ناس ما بتتقبلش هي فين وبتتكسف جدا تتعلم. يعني انا دلوقتي ممكن كنت احط الشركه بقى ذا كومبيتيتور بقى واحنا في نفس السوق بس خالص. الناس دي فضلهم عليا. ثانيه واحده.
وعلموني حاجات كتير جدا، وما بتكسفش خالص ان انا اتصل الو كذا كذا واقف قدامي ازاي، ابعت لي لينك اتعلمه. يعني ما بيفرقش معايا الموضوع ده خالص، ولا بيقلل من امكانياتك ابدا، ولا بيقلل من الايمج بتاعتك خالص. فانت ايه، تقبل جدا المكان بتاعك فين دلوقتي، وخليك صريح جدا مع نفسك. ولما تعوز اسأل حد انت بتثق فيه جدا وبتثق في شغله وشايف الكواليتي بتاعته. بلس ان الناس دي علمتني ان انا لما اشتغل واعمل حاجه حلوه قوي، قلتها قبل كده، ان انا ما اقفش اتفرج عليها كتير، وان انا ما اتكلمش ان انا اللي عملتها اصلا، اسيب الشغل بتاعي هو اللي يتكلم. وانا ان شاء الله بحلم ان انا ان شاء الله يعني اوصل للدرجه دي، ان انا الكواليتي بتاعتي هي اللي تتكلم عني باذن الله. يلا تصبحوا على خير. بقول لك ايه، عايز اطلب طلب كده من الناس عشان ناخد بالنا. يعني الناس تحاول تركز جدا في الفلوج ده، ان هم يدوسوا لايك، علشان اعرف اللي بيتفرج عليا من على الفيسبوك ولا داخل من على البلاتفورم اللي هو اليوتيوب. ولو بيحاول يدوس لايك وما بتجيش معاه، يبقى هو مش عامل ايميل، فاذا هو مش عامل سبسكرايب. فمثلا بيجي 1500 فيو وبيجي 200 مثلا لايك، فاحنا عايزين نركز جدا على اللايك. لازم تحمسهم. يعني الفيديو ده لو مثلا عمل 1500 لايك، الفيديو اللي بعده هيبقى فيه هدايا كده هنوزعها على هو عمرو اللي هيوزعها. ايوه يا عم، انا معايا فلوس كتير جدا. ماشي يا جماعه، خلاص الفيديو ده لو عدى 1000 لايك، عمرو هيوزع هدايا. على ايه بقى هتوزع؟ على ال1000؟ لا، هنختار ناس عشوائيه من اللايكرز. ازاي؟ لازم يكونوا عاملين كومنت. ما تقولهمش بقى، انت لازم تقول لهم. يا جدعان اعملوا لايك وكومنت، وهنختار ناس عشوائيه من الكومنتس نبعت لهم حاجات جامده. كام؟ طيب كام واحد؟ لو وصل 2000 لايك ايه يا عم، مستحيل. هنبعت ل5. لو 1000 بس هيبقوا 2 بس.